استاذ بيومي فؤاد، عايزين نعرف بيومي فؤاد جمله عايمه ولا تفهم ان انا لا مذيع ولا هي كده؟ بس استاذ بيومي فؤاد عايزين نعرف من هو بيومي فؤاد. من هو بيومي فؤاد؟ بس واسكت هو مريح على بقى كده. قال لي يعني كده انا تمام. اتفضل يا استاذ بيومي. لا والله عايزين نعرف بيومي زمان الصغير، بيومي مدرسه، بيومي احكي لنا ايه اللي حصل. افشل خلق الله استحاله والله العظيم. كنت في ابتدائي شاطر، اوكي. اعدادي بقى بدات اجيب مجموع صغير فاخش. زمان كان المدرسه الخاصه هي المدرسه بتاعت الفشله، اللي مش جايبين مجموع يدخلنا لثانوي حكومه. انا واخواتي الاثنين نيجي في الاعداديه ولازم نكلف ابويا الله يرحمه فلوس كتير قوي عشان نخش الخاص. كانت المصاريف ب 100 جنيه في السنه، 50 قسط اول ترم اول و50 كان رقم. ده رقم. انا كنت بقى بشتغل في الصيف ما بين اولى ثانوي وثانيه ثانوي والكلام ده، في مطعم مشهور قوي اسمه مطعم سفنكس بتاع سمك. اوكي. في سفنكس كان وانت في فتره اعدادي؟ لا، ما بين اولى ثانوي وثانيه ثانوي. اوكي. عشان ابويا دفع لي بقى المصاريف بتاعت اولى ثانوي دي، وطبعا هو اللي بيدفع ثانيه وثالثه ودروس خصوصيه للعمل للكون. ناقص ناخد في البي اي. اوكي. مش البي اي ده، لا العاب. الله. انا عرفت انه اسمه بي اي دلوقتي طبعا، لكن احنا كنا في مؤسسه احداث ما نعرفش الحاجات ديت خالص. العاب طول عمرنا. العاب. مدرس بفانيلا والدنيا خالص بفانيلا بالظبط. طب انت كده جريتنا الثانويه عامه، احنا بنتكلم فيما قبل الابتدائي. شقي قوي، بلعب كوره وكنت حريف، كان جسمي ضئيل عن كده. اوكي. ضئيل عن كده اكيد طبعا. كنت صغير ولا مولود كده؟ ماشي، تبقى مصيبه. كان مين بيلعب معايا بقى؟ تامر ابن الاستاذ اشرف عبد الغفور الله يرحمه. لا. هشام سليمان المنتج. ياه. لما بقى منتج احنا نعرفه هشام ابراهيم، او الله يرحمه كان اسمه ابراهيم. عرفت سليمان دي، عرفت بعد كده لما دخلت الميديا ان هو ده هشام سليمان بقى. اوكي. صاحبنا كنا بنلعب مع بعض كوره. حلو. نلعب في الشارع. كنا بناخد مدرسه بورسعيد، البيبان بتاع مدرسه بورسعيد، شارع احمد حشمت. الاجوان مع ان البيبان على خط واحد يعني مش وش بعض اصلا، حاجه متخلفه. كنا بنلعب كده. اوكي. الجون كده، الماتش كده، ونباصي كده والكلام ده. اوكي. قدام سفاره استراليا. بصوا بقى، جابوش الرجل دايما عشان الكوره تلف. وكانت المباحث كل شويه يجي يجروا ورانا. ليه؟ عشان السفاره بتشتكي. قاعد بتلعب كوره قدام السفاره. صح. واخد بالك؟ بس فكنت بقى حريف وشقي والكلام ده. وكانت امي الله يرحمها تروح تشتري لي الجزمه بتاعت باتا دي، وكانت ب 99 قرش. مش بجنيه، ب 99 قرش. حلو. وساعات كنت بقى جزمه تتسرق، جزمه تتاخد، الكلام ده، وراوح حافي. اوف. حاجه بسيطه. تخيل بقى عيل حافي في الزمالك حاجه عليه طوب بقى وحاجات كده. طبعا مفضوح. فين جزمتك؟ ايه ده انا سايبها هنا. ازاي نزل ازاي؟ طبعا يعني ممكن تليفونك سايبه هنا، حاجه مفيش ازاي. بس طيب